تخيل كده لو حبيت بنت جميلة وفجأة اكتشفت إنها عميلة للمخابرات وورطتك معاها في جرائم قتل وعصابات بتجري وراك. وده اللي هنشوفه في فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا نبدأ. فيلمنا بيبدأ في أمريكا في مدينة واشنطن مع بنت اسمها ساندي. وبتروح ساندي عشان تشتري الزهور من عند جون، وبيعرفها جون باسم الزهور اللي هتشتريها، وبيقول لها إنها لازم تهتم بيها وإنها تسقيها باستمرار. ساندي بتقول له إنه يشوف لها نوع زهور تاني يكون أقل احتياج للمية. يعرض عليها جون انها تشتري زهور بلاستيك طالما انها مش فاضيه ومش هتقدر تراعيها. وبتتغاظ ساندي من جون وبتقول له ايه رايك بقى ان انا هشتري اول نوع زهور انت وريتهولي واللي بيحتاج يتسقى باستمرار. بس جون بيقول لها انه مش هيقدر يبيع لها الزهور طالما انه عارف انها هتهملها وهتموت. وبتتضايق ساندي وبتتخانق معاه بسبب انه مش راضي يبيع لها الزهور، وبتلحقه زميلته بتتدخل في الموضوع وبتبيع الزهور لساندي. بعد ما بتمشي ساندي بتقول له زميلته انه كان عنيف وناشف في التعامل معاه، وانه بيجري ورا ساندي بسرعه، واللي بتكون ركبت عربيتها وهتمشي وبيقف قدام العربيه وبيعتذر لها على اللي حصل ما بينهم. بيعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض، بس ساندي بتتفاجئ بكلامه وما بتردش عليه، وبيتحرج جون وبيعتذر لها مره تانية وبيسيبها وبيمشي. بتضحك ساندي من طريقته وبتنادي عليه، وبيخرج جون مع ساندي وبيعزمها على قهوه، وبتعرفه ساندي انها شغاله في مكتبه وبتسافر كتير. تاخده ساندي معاها للمكتبه. بعدها بيعرفها جون انه بيحب الكتابه وانه بيألف كتاب عن الزهور، بس اضطر انه يوقف كتابته شويه وده بسبب مرض ابوه، وانه ياخد باله من المزرعه بتاعتهم. اخر الليل بيتمشوا شويه وبتحكي ساندي جون شويه عن نفسها. بعدها بتحكي له قصه صديقتها اللي ماتت، تقول له انها من ساعتها حزينه ومعرفتش طعم السعاده، وبتحس ساندي ان جون متعاطف معاها فبتقرب منه وبتبوسه. ده بيوصل جون ساندي لبيتها وبتدخل وبتقفل الباب، وبيقف جون محتار، بس قبل ما يمشي بتفتح ساندي تاني الباب وبتشد جون لجوه وبيدخلوا في علاقه مع بعض. ولما بيروح بيحكي لامه واخته عن ساندي. افتكر جون ان الحاجات اللي نساها مع ساندي في شنطتها فيها جهاز تتبع، ولما بيدخل جون علشان يشوف مكان ساندي بيتفاجئ لما بيلاقيها سابت امريكا ودلوقتي هي موجوده في لندن، وفعلا بيسافر لها لندن وبياخد لها معاه زهره الصبار. ولما بيوصل جون لندن بيبدا انه يمشي ورا جهاز التتبع علشان يقدر يحدد مكان ساندي، لحد ما بيوصل عند كوبري وبتكون في ناس ماشيه وراه، وفجاه بيهجموا عليه وبيخدروه وبيخطفوه. لما بيفوق جون بيلاقي نفسه متكتف وموجود في مكان كله حشرات سامه، وبيلاقي راجل بيسأله عن مكان الشفرة السرية. يقول له جون انه مجرد مزارع عادي وانه جه لندن عشان يقابل حبيبته، بس الراجل ما بيصدقوش وبيضربه على وشه. بعدها بيهدده بحشرة سامة وبيقول له انه لو ما قالوش عن مكان الشفرة السرية هيسيب الحشرة تقرصه وبعدها هيموت في ثواني. فجأة بينكسر الباب وبيدخل عليهم شخص بيفضل يضرب النار عليهم. بيتصدم جون لما بيلاقي ساندي هي اللي بتضرب النار وبتضربه بالقلم على وشه، وبتقول له ايه اللي خليه يمشي وراه يحط لها جهاز تتبع. وبيقول لها جون ان كان في حاجته اللي نسيها معاها وانه ما يقصدش انه يراقبها. وبيعرف جون ان ساندي كذبت عليه وانها عميله للمخابرات الامريكيه ومش شغاله في مكتبه زي ما قالت له. وبيعرف جون ان هي الشخص المطلوب واللي بتدور عليه العصابه، وهو اتمسك بالغلط. دي ساندي على كل افراد العصابه اللي باقيين، وبيكون جون مرعوب وخايف ما بيقدرش انه يموت اي حد. ولما بيخرجوا من المكان اللي هم فيه بيتفاجئ جون انهم في باكستان ومش في لندن. بعدها بتظهر عربيات من الجيش بتطاردهم بتضرب عليهم النار، يقعوا من فوق الجبل وما بتقدرش العربيات انها تنزل وراهم. وبتوقف ساندي اتوبيس وبتنزل الناس اللي فيه، بعدها بتاخد الاتوبيس وبتمشي. يعرف جون ان زميلة ساندي اللي ماتت هي اللي قتلتها، وده بسبب انها اتعاملت مع الاعداء وقتلت ناس ابرياء. بعدها بتروح بيه ساندي المكان بتقابل فيه شخص وبتديله فلوس وبتطلب منه انه يوصل جون للندن. في نفس الوقت ده بيكون زعيم العصابة نشر صورة جون وعارض مبلغ كبير اللي يقبض عليه. بتودع ساندي جون وبتقول له انه يروح على لندن وما يحاولش انه يشوفها تاني. وفجأة وهم ماشيين بيظهر شخص وبيقتل الراجل اللي معاهم، وبيكون ده شخص عايز يسلمهم لزعيم العصابة علشان يقبض المكافأة. وفجأة بيضرب الراجل ده واحد تاني بالنار وبياخد جون وساندي بيركبهم عربيته. بيتقتل الراجل ده من شخص تالت وبيحط لهم الشخص التالت ده كبسولات في رقبتهم، بيقول لهم انه لو لمس الختمين اللي في ايده لبعض هيتكهربوا. ولما بينزلوا من العربية وبيمشوا على الارض بتيجي عربية وبتخبط الراجل اللي معاهم، وبتهدده ساندي بالمسدس وبتعرف منه المكان اللي كان هيسلمهم فيه. وبيسأل جون ساندي عن الشفرة اللي كان مخطوف علشانها، وبتقول له ساندي ان ده سلاح موجود في شنطة مقفولة بشفرة سرية، وان ساندي قتلت زميلتها قبل ما تدي الشفرة للعصابة علشان كده هم فاكرين ان الشفرة معاها. وفجأة بتضرب ساندي جون وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في شنطة عربيتها ومربوط. بس ساندي على العصابة ان هي اللي قبضت على جون وجاية تسلمه لهم علشان تاخد المكافأة. وبيوصل زعيم العصابة وبيكون معاه الشنطة اللي فيها السلاح، وبتقول لزعيم العصابة انها هتفضل مع جون لحد ما تقبض فلوسها، وبتركب معاهم الطيارة. وفي الطيارة بيفتش واحد من العصابة في تليفون جون وبيشوف صور لجون وساندي مع بعض. بيعرفوا ان ساندي مثلت عليهم، بيهددوها بالسلاح، وبتقول لهم ساندي اللي هي اللي معاها الشفرة. بتدي مساعد زعيم العصابة علبة وبتقول له ان فيها الشفرة. اول ما الراجل بيفتح العلبة وبيمسك الكبسولات بتقرب ساندي الخواتم لبعض وبتكهربه.
وبتدور معركة ما بينها وما بين العصابة وبتقتلهم ساندي. بتتخانق ساندي مع جون لأنه صورها من غير ما تعرف، وفجأة بيجي واحد من العصابة بيضرب ساندي بسكينة في بطنها وبيساعدها جون وبيقتله. وبتطلب ساندي من جون إنه ياخد الشنطة اللي فيها السلاح وينط بالباراشوت من الطيارة، بس جون ما بيهونش عليه، يسيبها وبيهرب وبياخدها معاه وبينط من الطيارة. وبينجح جون إنه ينقذ ساندي وبينزلوا على جزيرة، وبتفرح ساندي لما بتشوف شنطة السلاح. وبيعتذر جون لساندي انه صورها من غير ما تعرف، وبتعتذر له هي كمان انها ورطته معاها وبتقول له ان ده شغلها وما كانتش تقدر تعرفه الحقيقة. وبترجع علاقتهم تاني مع بعض. وتاني يوم بتهجم عليهم العصابة بعربيات وكانوا هيقتلوهم، لكن قوات البحرية الأمريكية بتوصل في الوقت المناسب وبتقتلهم وبتخلص على العصابة. بتاخد الجنود جون وساندي لمقر المخابرات الأمريكية وبتحكي لهم ساندي على كل اللي حصل. وبتحقق المخابرات مع جون وبيوروا له صور لبعض الناس ومنهم زميلة ساندي اللي ماتت. وبيلفت نظر جون زرعة موجودة جنبها في الصورة. يقول جون للمحققة ان الزرعة اللي عندها في الشقة هي اللي فيها الشفرة السرية. وبتعمل المخابرات خطة علشان تقبض على زعيم العصابة، هي انهم يخلوا جون يساوموا على الشفرة السرية. وبيرفض جون، بس المحقق بيقول له ان العصابة فكر ان الشفرة معاه ولو ما اتقبضش عليهم هتفضل حياته في خطر وان العصابة ممكن توصل لأهله. يروح جون علشان يقابل العصابة، بتكون المخابرات معاه على الخط وبيكون متأكد ان ساندي مش هتسيبه. وبيوصل زعيم العصابة وبيقعد مع جون اللي بيفضل يساومه على الفلوس علشان يصدقه، وبيهددوا زعيم العصابة بمسدس. بس فجأة بتوصل ساندي وبتديهم الشفرة وبتقول لجون ان في ناس زمايلها ساعدوها وجابوا لها الشفرة. وبتطلب ساندي من زعيم العصابة الفلوس وبيقول لها انه موافق بشرط انها تفتح الشنطة الاول. وبتنجح ساندي انها تفتح الشنطة. على طول بيقوم محول لها زعيم العصابة الفلوس على حسابها، وبتستغل ساندي الفلوس اللي اتحولت لها وبتنشر صور العصابة وبتعرض مبلغ كبير اللي يقبض عليهم. وبيتفاجئ زعيم العصابة بواحد بيجي من وراه بيهدده بمسدس في دماغه، وبتترعب الناس الموجودة وبتهرب من المطعم، وبيكون الكل رافع السلاح على بعض. بياخد ساندي مسدس وبتضرب النار على الكل وبيساعدها جون، لكن فجأة بيدوس على زرار بالغلط وبيخلي المطعم يلف كله بسرعة. بيضرب ساندي النار على سقف المطعم اللي بيقع على زعيم العصابة بيموته، وبتنجح ساندي انها تاخد منه السلاح. وبعد فترة بنشوف ساندي وهي في بيت جون واللي بيكون باين عليهم انهم مبسوطين. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.